في السنوات القليلة الماضية كانت هناك بعض التحديات المعروفة التي يمتد نطاقها من النار إلى البرد القارس والكحوليات والسيارات. تتنوع تلك التحديات إلى أن كلها تحمل خطرا حقيقيا لمن يقوم بها. تحدي الملح والثلج. العديد من التحديات على شبكة الإنترنت تكون مؤلمة، وتحدي الملح والثلج ليس استثناء. يقوم المشاركين في هذا التحدي بوضع كمية من الملح على ذراعهم ووضع مكعب من الثلج فوق الملح. يمكن لأي مشاهد أن يرى كيف تكون التجربة مؤلمة، حيث تصل البرودة لدرجة لا تطاق. قد لا يظهر الأمر في البداية، ولكن هذا التحدي يمكن أن يكون مؤذيا، حيث أن التفاعل الكيميائي بين الملح والثلج قد يسبب أعراضا جانبية مؤذية للغاية، كما حدث لبعض الناس كالحروق من الدرجة الثانية والبثور. تحدي الحلوى الحامضة. قد لا يبدو الأمر خطيرا لأول وهلة، ولكن محاولة القيام بتحدي الحلوى الحامضة قد ينتج عنه عواقب وخيمة. إن لم تكن تعرف، فإن هذه الحلوى معروفة بطعمها شديد الحموضة، وهذه الحموضة بسبب إضافة كمية كبيرة من الحمض إلى مكوناتها. وإن كان فمك حساسا كما اكتشف صبي بريطاني، فيمكن لقطعة من الحلوى أن تحرق بشرتك وتسبب نزيفا لك. والقيام بتناول كمية كبيرة من هذه الحلوى قد يسبب حروقا ونزيفا ويعرض الشخص لخطر الاختناق. التزحلق على السيارات. قد لا يكون أمرا جديدا، ولكن بدأ الانتشار مؤخرا بعد انتشار الإنترنت لسهولة نشر المقاطع عليه. التزحلق على السيارة هو بالضبط كما تشير إليه الكلمة، حيث يقوم الشخص بالوقوف على سقف سيارة متحركة ويرجو ألا يقابل القائد مطبا كبيرا حتى لا يقوم بضغط المكابح بشكل قوي. وتعرض حوالي 100 شخص للوفاة بين عامي 1990 و2008 أثناء محاولتهم القيام بهذه الحركة. تحدي القرفة. بالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول ملعقة كبيرة مليئة بالقرفة قد يعتبر أمرا لا معنى له، إلا أنه بسبب ما فإن ذلك الأمر تحول إلى أمر شائع، وقام العديد بنشر مقاطع لهم محاولين تجربة الأمر. وفي كل مرة يقوم الشخص بالكحة وينتهي به الأمر إلى الاختناق، بينما تتطاير القرفة في كل مكان. هذا التحدي قد يسبب تلفا في الرئة، وكذلك فهو يسبب رفعا في معدل ضربات القلب. وكذلك فإن القرفة تحتوي على مركب كيميائي طبيعي يسبب الضرر للكبد إن تم استهلاك كمية كبيرة من القرفة. تحدي النار. ربما قد تظن بأن هذا التحدي غبي وخطير، وأنت محق في هذا. إن هذا التحدي بسيط ويحمل إمكانية الخروج عن السيطرة بشكل سريع. يقوم المشارك في البداية بتغطية جسده بمادة قابلة للاشتعال مثل مزيل طلاء الأظافر أو سائل الإشعال، ثم يقوم بإشعال النار في نفسه. في العادة يكون هناك حوض استحمام أو مسبح قريب بجوار المشارك لإطفاء النار، ولكن من السهل فهم السبب وراء إصابة العديد بالحروق أو حتى التعرض للموت بسبب هذا التحدي الخطير.